ويقع جامع الأقرع في وسط مدينة إدلب، ويعود تاريخه إلى أوائل القرن ال18. ومن الجدير ذكره أنه لا يوجد لوحات تعريف لهذا البناء، وإنما أمكن مقارنته بأبنية مشابهة تعود لنفس التاريخ. ويتألف هذا الجامع من حرب قبلي أثري مؤلف من رواقين، وله في سقفه قبتان مبنيتان ويستندان السقف على قواعد مربعة الشكل. وله في سقفه قبتان مدببتان يسند السقف على قواعد مربعة الشكل ارتكزت عليها أقواس الأروقة، وقد بنيت الأروقة بشكل مصلبات على شكل صغير الحجم. وبنيت القبة الشرقية بطوب مشوي قرميدي الشكل وبصفوف متناوبة قليلة الارتفاع، وتتألف هذه القبة من 4 نوافذ على الاتجاهات الأربعة لتأمين التهوية والإضاءة لداخل الحرم. وأما القبة الغربية من الحرم فهي مدببة الشكل وبنيت بحجر كلسي يتخللها فتحات للإضاءة. وللجامع مأذنة في الزاوية الشمالية الشرقية وهي قليلة الارتفاع مثمنة الشكل مبنية بحجارة كلسية، وتنتهي في الأعلى بقبة نصف كروية ولها شرفة على شكل حجارة مسننة تخرج إلى خارج جسم المئذنة. وطول الحرم من الشرق إلى الغرب 25 مترا ومن الشمال إلى الجنوب 11 مترا. ويفتقر هذا الحرم إلى محراب ومنبر، وكان سابقا قد نفذ محراب ومنبر صغير بحجم من البيطون، وقد تم إزالته في مشروع الترميم الجديد ومشروع إنارة للجامع ليضفي جمالا جديدا على هذا البناء.